بما ان كل بلد وليها طريقة معينة في الطبخ، وكل بيت وليه طريقته في الطبخ، ودي طريقتي في عمل الحواوشي. من اول الخلطة الصح لحد ما العيش يطلع مقرمش من بره وطري من جوه وبطعم بيتي اصيل. اهلا بكم في قناتي، معكم ام نور من قناة طبخة وتفصيلة. يلا نبدأ وصفتنا النهاردة ونقول بسم الله وننزل بالمقادير بتاعتنا. معايا حبتين فلفل مقطعين، معايا حبتين طماطم شايلة القلب اللي فيها ومقطع اللي برا بس، 4 فصوص توم، ومعايا 3 بصلات كبار مقطعين مش مفرومين، ومعايا 200 جرام لحمة اقل من ربع. معايا التوابل بتاعتنا اللي هي كزبرة، كمون، فلفل اسود عادي يعني، ملح. هنزل بالمقادير بتاعتنا كلها على بعض زي ما انتوا شايفين كده. هحط التوابل بتاعتنا وهضيف رشة زنجبيل صغير، اللي عايز يحط شطة براحته يحط. هنا بقى هنخلط المكونات كلها مع بعضها لحد ما تتجانس في بعض كده كويس. هنا ليه انا مقطعة كل حاجة مش فرماها، حتى لو فرمتيها في الكبة تفرميها فرمة مش ناعمة، وخاصة البصل لازم يبقى مقطع. لما يبقى مفروم ناعم ما ينزل مية كتير البصل، فانت تحشي الرغيف ويطلع يعني مستوي من بره بس من جوه ما يبقى زي العجين. الخضار والبصل ما ينزل ميته فافضل يبقوا زي ما انتوا شايفين كده مقطع، كل حاجة مقطع صغير. هنا بقى انا اوريكم هي كده خلاص خلصنا، والحشوة ما شاء الله معانا زي الفل وجاهزة كده نحشي بيها العيش على طول. هنا معايا عيش كده زي ما انتوا شايفينه، هنفتحه كده فتحة عشوائية يعني كده ونبتدي نحشيه. هنا بعد ما فتحت الكمية كلها، انا موريكم ان انا فتحت الكمية كلها. قبل ما احشي كده انا بروح اولع الفرن على درجة حرارة 200 عشان الفرن يبقى سخن عندي. في ناس بتعمل الحواوشي بتقليه في الطاسة كده في الزيت، لكن ان شاء الله انا عملته لكم المرة دي في الفرن، والمرة الجاية باذن الله هعمله لكم في الطاسة. هنا انا بحشي معاكم اول رغيف، حطيت كمية لحم صغيرة كده، ومعايا جبنة موزاريلا انا ما احب احطها يعني في العيش، مش متوفرة خلاص ما فيش اي مشكلة يعني، هيبقى برضو زي الفل. هحط شوية لحم تاني صغيرين عشان الجبنة تبقى في نص اللحمة كده، اهم حاجة ما نكترش عشان الرغيف يستوي كويس. هعمل معاكم واحد تاني، نفس الطريقة برضو انا هعملهم كلهم بنفس الطريقة وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا نسيت الكاميرا شغالة فلقيت نفسي معمل واحد تالت، فيلا بقى نكمل مع بعض التالت نفس الطريقة برضو. يا رب ان شاء الله اكون خفيفة عليكم وما تملوش ولا تزهقوا وانتم ما تسمعوا فيديوهاتي، واكون يعني بفيدكم لو حاجة صغيرة يعني. وهنا بقى بعد ما خلصنا الكمية كلها ما شاء الله
الكمية اللي معنا دي عملت ممكن 12 رغيف، وما شاء الله يعني الحشوة كويسة جواهم. جربوه بنفس الطريقة وكتروا كمية البصل. اهم حاجة البصل يكون مقطع. معايا هنا طبق فيه شوية زيت او الصاج بتاع الفرن بتاعي، لو صينية ماشي، يعني ما نوقفش الدنيا، اي حاجة بقى. هدهن الرغيف زيت من الناحيتين، وبعد كده هحطه في الصاج. انا مش دهنه الصاج هنا، واللحمة معايا كان فيها كمية دهون، لازم يبقى فيها كمية دهون كده كويسة. هعمل معاكم واحد تاني اهو. انا ما دهنتش الصاج، بس انا بدهن الرغيف بس اهو زي ما انتوا شايفينه. هرصهم كده. هنا الصاج بتاعي شال 3 ترغفة كاملين، والتانيين قطعتهم كده عشان ما شالش غير كده. هحطه في الفرن على ارضية الفرن على درجة حرارة 200. ولما استوى على الناحية قلبته على الناحية التانية عادي، بس سامحوني ما صورتش اللقطة دي. وده شكله بعد ما طلع. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. والسلام ختام.